السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد. عايزاكي تضغطي لي لايك للفيديو ده لو عجبك، ولو لسه اول مرة بتشوفي قناتي حباكي تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان تشوفي كل الفيديوهات اللي هنزلها الفترة الجاية. بصوا بقى يا بنات، النهارده فيديو جديد وروتين جديد وهنكمل مع بعض تنظيفات رمضان. بصوا انا طبعا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا هشارك معاكم اجزاء بس من الحاجات اللي انا بعملها. يعني مش كل الحاجات اللي انا عملتها في التنظيفات العميقة في الشقة نزلتها لكم او صورتها، لا هي حاجات بسيطة بس يعني. قلت لكم انا عملت كذا وكذا وكذا، بس ما شاركتش كل حاجة وما صورتش كل حاجة. ان شاء الله ان شاء الله ربنا كده يديني القدرة ان انا اقدر اصور لكم كل حاجة وانزلها لكم على القناة بجد، لان التصوير يعني يا بنات صعب جدا ان انت تكوني بتعملي تنظيفات عميقة وبتصوري في نفس الوقت، والتصوير بياخد وقت. وكل حد معاه قناة وبينزل عليها روتينات هيكون فاهم انا بتكلم في ايه. التصوير ده بياخد وقت جامد مننا، ان انت تصوري وان انت كمان تعملي مونتاج بعد كده، وخصوصا ان انت خلاص عايزه تعملي تنظيفات عميقه عشان تخلصي والوقت خلاص معاكي. فانا اخترت ان انا برضو انزل لكم حاجات بسيطه من الحاجات اللي انا بعملها علشان تشجعكم وتحفزكم، واقول لكم انا عملت كذا وكذا وكذا، وتبقى كفيديو تشجيعي وحماسي ليكي. وبعرفكم برضو الحاجات اللي انا عملتها من غير ما اصور. تمام. النهارده بقى يا بنات هشارك معاكم تنظيف كده عميق للريسبشن عندي، وخلاص ده اخر حاجه اللي هو تنظيف الريسبشن، وخلاص كده يبقى انا خلصت الشقه كلها. يعني انا هنا عملت معاكم تنظيف الريسبشن، وبعد كده هقفل الكاميرا، مش خلاص كده خلصت. بعد كده هروح اعمل تنظيف عميق للحمام، لان الحمام بخليه اخر حاجة. وبعد كده خلاص انا خلصت تنظيفات رمضان كلها الحمد لله. وانتظروا بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون تعليق الزينة في الشقة، وهعلق زينة برضو في البلكونة وهشاركها معاكم. تمام. بصوا بقى، اول حاجة انا زي ما قلت كده يعني صحيت من النوم، قلت عايزة افطر اي حاجة كده بسرعة، لاني كنت خلاص تعبت من التنظيفات. يعني انتوا ما تعرفوش بس اللي انا بعمله والله بجد تنظيفات عميقة جدا بعملها قبل رمضان، اللي هو مش بخلي يعني تنتوفة الا ولازم اعملها. فبجد انا تعبت، فكنت عايزة خلاص ان انا اليوم ده خلاص اقفل كل التنظيفات وما اعملش اي حاجة تاني. فعملت الريسبشن وعملت الحمام، دول لازم بيبقوا معايا اخر حاجة علشان خاطر يعني خلاص كده. الريسبشن طبعا زي ما انتوا عارفين، والحمام دول لازم يبقوا اي اخر حاجة في اي شقة، علشان هم بيكون عليهم ضغط يعني، والرجل بتبقى فيهم. فزي ما شفتم كده يا بنات، انا اول حاجة طبعا بدأت بيها غسلت الحيطان، وغسلت ورق الحائط عندي. وبصوا بقى الخلطة اللي انا غسلت بيها زي الخلطة اللي انا عملت بيها المرة اللي فاتت في أوضة النوم. جبت جردل كده وفيه مية سخنة، وحطيت عليه غطا اوكسجيل وغطا من المسحوق العادي وغطا ديتول وغطيين كروليكس الوان، وبجيب الاسفنجة دي عشان بتبقى سوفت على الحيطة وبغسل بيها. غسلت بيها ورق الحائط، وورق الحائط بتاعي عادي بيتغسل مفيهوش اي مشكله، بغسله وبنشفه بفوطه او قماشه ناشفه وبيبقى زي الفل، يعني ما مش بيحصل له اي حاجه. بس في انواع من ورق الحائط لو غسلتيها الورق نفسه بيفك من الحيطه، فانتوا لازم تاخدوا بالكم من النقطه دي. بس طبعا يا بنات، طبعا قبل ما اغسل الحيطان انا بكون منزله الكهرباء بتاعت الشقه كلها وبكون فصلاها يعني، علشان خاطر يبقى امان اكتر. فعشان كده هتلاقوا الاضاءه مش افضل حاجه، علشان انا بكون فاصله النور كله من الشقه وفاصله الكهرباء انا وبغسل، لاني طبعا بيكون في فيش والكلام ده. بس بعد كده يا بنات، لما غسلت الحيطان زي ما انتم شفتم ونشفتها، طبعا كان في فرق بين قبل وبعد. بعد كده مسحت الارض يا بنات، حطيت ميه سخنه عليها كروليكس الوان، وحطيت غطا ديتول، ومسحت الارض زي ما انتم شايفين بالمكنسه، وبعدين همسحها بالمساحه. انا طبعا اساسي معايا في التنظيفات العميقه ان انا بستخدم الخرطوم، يعني عشان الميه تبقى معايا كتير انا وبمسح كده، والخرطوم طبعا بيسهل عليا يعني المسيح. بصي بقى، لو وصلت لحد هنا ولسه ما ضغطتيش لايك والفيديو كان عجبك اضغطي لي لايك كده حلو، واكتبي لي كومنت قمر زيك. وعايزاكي تكتبي لي بقى في الكومنتات خلصتوا التنظيفات ولا لا، ومين فيكم معلق الزينه ومين لسه معلقهاش. وان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لكم الفيديو اللي جاي هيكون فيديو تعليق الزينه، ومش هتاخر عليكم باذن الله في الفيديو اللي جاي، علشان خاطر حابه ان انا اشارك معاكم وانا وبعلق الزينه في الشقه، وهعلق برضو في البلكونات زينه.
طبعًا ده أكتر فيديو يعني إن شاء الله هيعجبكم، وأكتر فيديو أصلًا يعني أنا باحبه. فانتظروا بقى الفيديو اللي جاي، وما تنسيش بقى اللايك على الفيديو ده، ولو لسه يعني ما اشتركتيش في قناتي حاباكِ تنوريني في القناة علشان القناة تكبر بيكم. بُصّوا بقى بعد ما خلاص مسحت الأرض كده ونشفتها كويس، شغلت المروحة. طبعًا أنا كنت غاسلة الشِلَت بتاعة غاسلة اللي هي الكساوي يعني بتاعة الشِلَت، وكنت غاسلة أصلًا الرُكنة. فدلوقتي بقى يا بنات خلاص هركب بقى الشيلت معاكم، وهركب الخداديات لاني انا خلاص هخلي الشقة واقفة على تعليق الزينة وفرش السجاد بس. انا النهاردة الصبح ركبت الستاير، كنت غسلها وركبتها الحمد لله. ودلوقتي هركب معاكم الشلت والخداديات، وهخلي بس الارض كده يعني من غير اي سجاد لحد ما اعلق الزينه. وبعدين هافرش السجاد لاني طبعا السجاد نضيف ومغسول، فانا مش عايزه افرشه غير لما اكون خلصت كل حاجه. حبيت افرش الشكل ده من الخداديات علشان بحس ان هو لايق على زينه رمضان. يعني انا عندي كذا شكل وكذا يعني لون، في الالوان الكشمير برضو عندي، والالوان اللي هي اوف وايت والكلام ده انتوا اكيد يعني شفتوها في الفيديوهات القديمه. فانا بس بحب افرش الشكل ده مع زينه رمضان عشان يعني الالوان بتاعته بتبقى ماتشنج مع الزينه. عندي خدادية كده بتاعة رمضان مرسوم عليها بكار مكتوب عليها رمضان كريم. برضو هطلعها وافرشها مع الخداديات دلوقتي. انا كنت فرشاها رمضان اللي فات، هي شكلها حلو كده يعني، اللي كان متابعني من رمضان اللي فات هيكون عارف يعني الحاجات اللي انا عملتها في الشقة وكده. واللي ما شافش فيديو الزينة بتاعة رمضان السنة اللي فاتت بصوا انا ممكن اسيبه لكم في صندوق الوصف، بس هسيبه لكم الفيديو اللي جاي عشان تقارنوا بين الزينة بتاعت السنة دي والسنة اللي فاتت. هنا كده كنت خلاص خلصت، وهنا حطيت على السفرة كل الزينة بتاعت رمضان بتاعت السنة اللي فاتت والحاجات اللي اشتريتها جديد. كل ده هتشوفوه الفيديو الجاي، انتظروني.